السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم جبت لكم وصفة ليمونة سهلة وناجحة من أول استعمال إن شاء الله، بمقادير متواجدة في كل بيت. تخرج لكم بنينة بزاف وخفيفة صدقوني. نبداو على بركة الله بالمقادير. أول حاجة في المقادير نحتاج بيضة كاملة كما كتشوفوا، بيضة كاملة، علبة ياغورت ناتور، كاس حليب، نصف كأس ماء، ربع كاس زيت، ملعقتين حليب بودرة، ملعقتين سكر، كيس خميرة الحلويات، مغرف خميرة الخبز، مغرف كبيرة، ونحتاج نصف ملعقة صغيرة تاع ملح ولا فارينة. نجيبو كاسرونة ندفو فيها كاس تاع حليب تاعنا مع نصف كاس تاع ماء، واللي ما عندهاش حليب بودرة تقدر دير كاس ونص تاع الحليب. نجيب وعاء ونحط فيه الحليب اللي كنت سخنته كما كتشوفوا، نزيد عليه مغرف كبيرة تاع خميرة الخبز مع ملعقتين تاع السكر وزوج ملاعق تاع حليب البودرة. نحتاج بيضة، ربع كاس زيت، بيضة كاملة، وعلبة ياغورت ناتور كاملة. ياغورت ناتور يخفف لنا الليمونة تاعنا. نخلط المقادير مع بعض. بعد ما نمتزجوا قاع المقادير مع بعضياتهم، نديروا 3 مغارف كبار تاع فرينة باش نخلو الخميرة تاع الخبز تتفاعل. هنايا مدة تاع الاختمار تاع ليمونة. إلا كنتم في فصل الصيف تحتاج فقط 5 دقائق تلقاوها خمرت. أما إلا كنتم في فصل الشتاء على الأقل حاولوا تخلوها 10 دقائق أو ربع ساعة باش تخمر ليمونة مليح. نخليها تخمر هنا 5 دقائق أنا في فصل الصيف. وبعد الاختمار نكملوا الفرينة ديالنا مع الكيس خميرة حلويات ونصف ملعقة ملح. بعد ما خمرت ليمونة نهبط الخليط تاعي كيما هاك. نحركوه مليح ونكمل بنصف ملعقة الملح، كيس خميرة حلويات، نكملو بالفرينة حتى نتحصلوا على عجينة تكون تتلاصق، ما تكونش يعني قاصحة بزاف، تكون تتلاصق باش تجينا ليمونة خفيفة. نكملو نحركها غير بالسباتول الى وين نشوفها خلاص بدات تتماسك. نستخدم يدي كيما هاك. نحركو مليح هذيك الفرينة مع الملح والخمارة. انا دوكا خلاص نستخدم يدي نخلوها تتلاصق. كتشوفوا العجينة تاعي هنايا كيفاش راها تلصق. نزيدها غير شوية فرينة وتكون خلاص تكون واجدة. هنايا صراحة ما نقدرش نعطيكم الكمية تاع الفرينة خاطرش الفرينة تختلف من وحدة لأخرى. هنايا نضيف ملعقة كبيرة تاع الزبدة وندلكها في طاولة العمل. هنايا الزبدة راه تعطيها واحد الطراوة واحد الخفة صدقوني، تجيكم خفيفة بزاف العجينة كده. وكي نفتحوها في طاولة العمل نرشوا عليها شوية فرينة، غادي تشوفوا باللي العجينة تبدا تطلق روحها وتبدا تلصق بزاف. بصح غير كملوا دلكوها لخاطرش من بعد راهي غادي تتلمد وحدها. نبدا ندلك العجينة تاعي مليح في طاولة العمل. ندلك العجينة تاعي مليح. هنايا بدات تتلمد لي العجينة تاعي. وحدها تتلمد ما تخافوهاش كاع. انا هنايا غادي نعاود نخليها ترتاح. هاد العجينة نشكلها ونعاود نخليها ترتاح بعد ما ندلكها مليح.
لازم تدلك مليح، لازم ديك الزبدة تدخل في العجينة، تدخل فيها مليح مليح. بعد ما دخلتها مليح تلمدت لي العجينة تاعي مليح، نعاود نخليها ترتاح مدة حوالي 10 دقائق ولا نص إلى نص ساعة عادي. كل ما خمرت كتر كل ما تجي خفيفة كتر. بعد ما خمرت لي العجينة تاعي نحلها نهبطها باش نشكلها. هبطوها مليح، خرجوا منها قاع داك الهواء، قسموها على 2. انا هاد المقادير اللي درتها تخرج لي حبتين تاع الليمونه كبار، ولا بغيتيهم كريات صغار تقدري تصغري الكره الحجم تاع الكريه تجيك حتى 5 كريات. هنايا نخليها ترتاح. بعد ما ارتاحوا لي العجينتين نجيب وحده نحطها في بلا اللي كنت دهنته بالزيت ونهبطها كيما راكم تشوفوا. نجيب الاخرى نحطها في بلا اخر ونهبطها حتى هي. هبطوها مليح. بعد نخلوهم يرتاحوا شويه. بعد ما يرتاحوا نجيب حليب مع النسكافيه باش ندهن به الخبزات تاعي. ندهنها مليح من الوش ونكون نحطها في فول اللي يكون سخنته من قبل، شعلوه على 200 درجة من فوق لتحت، من بعد طفوا شعلوه غير لتحت وخلوها تطيب. كي تشوفوها تنفخت وبدات تحمر من الجوانب تقدروا تخرجوها. بالنسبة للكريمة تاعي نحتاج فيها كأسين من الحليب، ملعقتين تاع النشا، ملعقتين تاع السكر، وصفار بيضة، رشة ملح، ملعقة صغيرة تاع لافاني مع ملعقة صغيرة تاع الزبدة. من التالي نحطوهم. اول حاجة نجيب 2 كيسان الحليب تاعي نحطهم في كسرونة، نخلط كل شي بارد في بارد، نضيف ملعقتين تاع السكر، ملعقتين تاع النشا هكا، مع صفار بيضة، نحركهم مليح. من بعد نزيدو قرصة ملح، نحركهم مليح، نحطهم على النار حتى نشوفوها بدات تعقد، بدات تتماسك، نطفيو عليها، نزيدو لها مغرف تاع لافاني مع مغرف صغيرة تاع الزبدة. كما تشوفوا هنا الكريمة تاعي عقدت، نزيد لها المغرف صغيرة تاع الزبدة مع لافاني ونحركها مليح مليح حتى تذوب ديك الزبدة واللافاني تدخل مع الخليط تاعي. من بعد نجيب طبسي ونغطيها بورق شفاف ونحاول ندخلها فيها مليح باش ما تبقاليش ديك القشرة هذيك اللي تبقى من الفوق. بعد ما نديرها في الفريجيدار خلوها في الفريجيدار حتى تبرد. هنايا ليمونه تاعي طابت، شوفوا كي جات خفيفه، تجي خفيفه بزاف، لونها ما شاء الله. هنايا بالنسبه للكريمه بعد ما بردت نجيب وعاء ونحط فيه الكريمه تاعي. هنايا الكريمه لازم تكون بارده مليح، نحطها في الوعاء تاعي ونزيد لها حوالي 3 مغارف تاع الشانتيي. لازم تكون بارده الكريمه باش تطلع لنا الشانتيي، خاطر كان ندخلوها حاميه ما تطلعش. نحركوها بالباتر نطلعوها حتى نشوفوا بدات هكا تطلع يتكاثف الحجم تاعها، عاد باش نطفيو عليها. والكريم شانتي تزيد لها واحد الحلاوه وواحد البنه صدقوني بنينه بزاف. هنايا الكريمه تاعي راهي باديه تطلع، خلاص نطفي عليها. نجيب ليمونه تاعي ونقسمها على 2 باش نحشي بها الكريمه تاعي. نقسم الكريمه تاعي على 2، نحاول
نسيح ديك الكريمة كاملة الليمونة قاع، ما نخلي حتى بلاصة. ونجيبو القسم الثاني ونغطوها به. كيما راكم تشوفوا هكا. وبالنسبة للتزيين انا هاد الليمونة هذه قررت نزينها بالمعجون مع الكاوكاو. انتي حرة في التزيين، تقدري تستخدمي شوكولا، سكر جلاس، من اللي متواجد عندك تزوقي به. كيما هاك نزيد لها الكاوكاو. اما بالنسبة لليمونة الثانية قررت نزينها بالسكر جلاس، رشة خفيفة يعني بالسكر جلاس. هذه ليمونة تاعي تاع اليوم. نتمنى ان الوصفة تكون نالت اعجابكم وتجربوها في البيت، وكتبولي في التعليقات. وما تنساوش ديروا لي لايك وبارطاجيو الفيديو مع اصدقائكم، واللي ما هيش مشتركة في القناة تشترك في القناة وتفعل زر الجرس بس يوصلها كل جديد. وشكرا على المتابعة.